السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بقى مع بعض النهارده يا بنات اكله كلنا بنعشقها، كشري مصري اصيل بطعم المحلات. تابعوا معايا خطوه بخطوه وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بقى نصلي على النبي ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه يا بنات جبت كده حله معايا على النار وهبدا بقى اعمل كده الورد بتاع الكشري او البصل المحمر بتاع الكشري بقى معايا. اربع خمس بصلات حلوين كده هعملهم على قطاعه الشيبسي. هبتدي بقى ان انا كده اعملهم ناعم قوي قوي، يعني الواحده مثلا في سمك، يعني الشيبسيايه كده ماشي. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أحُط عليهم نُص معلقة ملح مع شوية زيت، عشان الزيت هنا يدّيني قرمشة للبصل. معايا هنا بقى حلة تانية على النار أهي شايفينها هناك، دي حاطة فيها مَيّة سخنة عشان المكرونة أسلُقها، ماشي؟ بعد كده بقى هابتدي إن أنا أفضل أقلِّب في البصل لحد لمّا يبتدي إن هو ياخد لون معايا، والملح هنا ما تكتّروش ملح عشان البصل ما يحدقش معانا، أنا حطيت بس نُص معلقة صغيّرة. الملح هنا هيدّيني قرمشة للبصل جميلة. هافضل بقى أقلِّب كده في البصل لحد لمّا يبتدي إن هو ياخد لون معايا، تمام؟ ما ننساش بقى نصلّي على النبي وإحنا بنشتغل كده في أي حاجة. هنا بقى البصل بدأ يدبل معايا أهو زي ما إحنا ما شايفين. لو جرّبتوا يا بنات البصل بالطريقة دي هتنسي بقى البصل اللي هو بدقيق والبصل اللي هو بنشا وتقعدي تقلي فيه وتطلّعيه ومش عارف إيه والكلام ده. الطريقة دي يا بنات سهلة وسريعة ولذيذة ومش بتاخد معاكِ 10 دقايق على بعض. هنا بقى البصل كده بدأ ما شاء الله ياخد معايا لون، شايفين ما شاء الله؟ هو هيبقى في الأول كده طري شوية، ما تتخضوش يا بنات، أول ما هيشم كده الهوا هتلاقيه نشف وبقى يعني محرمش كده أو بقى يعني مقرمش معاكِ كده، فاهمة؟ وطبعًا أول ما يوصل للدرجة دي هابتدي إن أنا أطلّعه، عشان لو سِبتيه أكتر من كده هيمرّر معاكِ ومش هيبقى حلو خالص. هابدأ بقى كده إن أنا أفرده في الطبق زي ما أنتم ما شايفين عشان ما يبقاش على بعضه يعني يبقى طري من جوّه، أنا مش عايزاه طري، أنا عايزاه يبقى يعني ناشف كده واللي هو يبقى فيه صوت قرمشة. هابدأ بقى أطلّع كل كمية البصل اللي معايا ما فيش مانع لو في فتافيت كده خلّيها هتدّي طعم تحفة. في نفس الحلة بقى اللي أنا حمّرت فيها البصل هاسيب نفس الزيت اللي أنا حطيته هنا كده باورّيكم ما شاء الله بعد ما اتحمّر. واقول لكم هنا استنوا عشان هي هتنبهروا دلوقتي. هنا بقى معايا شوية توم حلوين كده يعني راسين أو 3. هاخد بقى معلقة توم كبيرة جدًا، جدًا كده وهاحطها في نفس الزيت اللي أنا عملت فيه البصل. بجد يا بنات لو عملتوا الحركة دي والله هتودّي الكشري معاكم في حتة تانية خالص. هابتدي بقى كده إن أنا أقلِّب برضه التوم وأحط معاها نُص معلقة كبيرة كده من الكزبرة. أنا هنا ما حطيتش معلقة الكزبرة كلّها. حطيت نُص معلقة بس، هابتدي بقى كده إن أنا أقلِّب لحد لمّا التوم يبتدي إن هو يطلّع ريحته كده، يا دوبك إن هو إيه، يعني تشم ريحته بس كده. بعد كده هانزل عليه على طول بالطماطم. معايا هنا لتر قوطة أو لتر طماطم على حسب ما بتسمّوها. نزلت هنا بقى بالطماطم بعد لمّا التومة على طول يا دوبك طلّعت ريحتها كده. يعني أنا ما كتّرتش خالص، خالص على التوم، يا دوبك تشويحة بس كده بسيطة يعني ريحته تطلع بس. بعد كده هاحط بقى معلقة سكر كده عشان الحموضة بتاعة الطماطم. بعد كده بقى هاقلّبها تقليبة كده هاغطّيها واركنها على جنب عشان أعمل المرحلة اللي بعد كده.
معايا هنا بقى حلة كده فيها مَيّة بتغلي على النار عشان المكرونة، هاحط بقى فيها كده معلقتين ملح أو يعني ضبّطي الملح بتاعِك بتاع المكرونة، بتاع المَيّة، وبعد كده نزلت هنا بشوية زيت عشان المكرونة ما تلزقش في بعض. بعد كده هابتدي بقى إن أنا أدّيها تقليبة صغيّرة كده، ومعايا هنا نُص كيلو من المكرونة اللي هي الspaghetti ومعايا نُص كيلو من المكرونة المقصوصة، وطبعًا على حسب الكمية اللي عندِك، يعني ممكن تحطّي ربع كيلو وربع كيلو، ممكن تحطّي نُص ونُص، ممكن تحطّي كيلو وكيلو، على حسب ما شاء الله عدد الأفراد اللي عندِك، تمام؟ هابدأ بقى كده إن أنا أركن الحلة على جنب عشان هاعمل لكم حاجة تاني. معايا هنا بقى مَيّة على النار هاحط كده عليها الحُمُّص ده أنا نقعاه قبل السلق كده على طول قولي بساعة ونُص، يعني حطيت عليه شوية مَيّة سخنين كده بيغلوا وسِبت المَيّة عليها لحد لمّا بردت خالص، بعد كده بقى هاجيب الحُمُّص اللي أنا نقعته هابتدي كده إن أنا أغسله كويس جدًا، جدًا عشان المَيّة بتاعة النقع دي طبعًا ما ينفعش إن أنا أسلُق فيها الحُمُّص تاني، جِبت بقى مَيّة نضيفة على النار هابتدي إن أنا أسلُق فيها الحُمُّص، وهاركنه بقى على النار كده لحد لمّا يستوي خالص. معايا بقى هنا كده حلة على النار هابتدي كده إن أنا أحُط فيها معلقة سمنة كبيرة مع شوية زيت برضه عشان يعني هاعمل طريقة رُز عادي، هاحمّر الشعرية وبعد كده هاحُط عليها الرُز وهنشوف مع بعض دلوقتي أنا قصدي إيه. معايا هنا كده بقى بولة من الشعرية أو كوباية كبيرة أو ممكن تحُطّي ربع كيلو شعرية على حسب طبعًا ما أنتِ عايزة الشعرية قد إيه في الرُز، يعني لو بتحبّي الشعرية كتيرة شوية ممكن تزوّدي، مش بتحبّي الشعرية كتيرة ممكن تقلّلي عن يعني الكمية اللي أنا حاطّاها، وهنا بقى كده المكرونة كانت اتسلقت وهابتدي إن أنا أصفّيها وطبعًا أنا مش عايزة المكرونة مهرية، أنا باحب المكرونة كده تبقى يعني ماسكة نَفْسها شوية في السِوَى، إحنا يعني بنحب المكرونة كده بتبقى مضبوطة، عايزة تسوّيها شوية طبعًا براحتك. أول لمّا نصفّي المكرونة كده من المَيّة السخنة اللي عليها، هابتدي بقى إن أنا أرجّعها في الحلة تاني، وهابتدي إن أنا أحُط عليها شوية زيت كده عشان ما تمسكش في بعض، برضه يعني هاحُط عليها يعني معلقتين بس كده من الزيت وهافضل أقلِّب فيها عشان تبقى المكرونة تبقى يعني سايبة معايا كده أو ما تبقاش ماسكة في بعض، يعني تبقى مفلفلة كده عن بعض. أنا هنا كده غطّيت بقى الحلة بتاعة المكرونة وهاتجه للرز تاني، هابتدي بقى إن أنا كده أفضل أقلِّب في الشعرية لحد لمّا تبتدي إن هي تاخد لون معايا. وهنا كده بقى الشعرية أخدت معايا اللون الحلو الدهبي اللي إحنا متعودين عليه. هابدأ بقى كده أول ما الشعرية تبتدي إن هي تاخد لون حلو كده، هانزل عليها بالرز على طول، معايا هنا كيلو من الرز، وهابدأ بقى كده إن أنا أقلِّب فيه لحد بس لمّا كل رُزاية تتغلِّف المادة الدهنية اللي أنا حاطاها. بس كده، بس كده. وطبعًا معروفة يا بنات الكشري يعني اللي هو العدس أبو جِبّة أو العدس بجِبّة أو العدس الأسود على حسب ما بتسمّوه. معايا برضه قُمت ناقعاه برضه زي الحُمُّص كده، حطّيت عليه شوية مَيّة سخنين سِبته آآ لحد لمّا المَيّة بردت عليه خالص. بعد كده بقى هاغسله كويس جدًا، جدًا من اللي هي مَيّة النقع دي هاصفّيه برضه كويس أوي، أوي من المَيّة وهابتدي برضه إن أنا أنزل عليه على الرُز هانزل بالعدس يعني على الرز، ما تستغربوش كل حاجة هتاخد سِوَى كامل، وهنا برضه هافضل أقلِّب كده العدس يعني مع الرز لحد لمّا برضه العدس يبتدي إن هو يتغلِّف معايا كده بالسمنة كلّها اللي أنا حاطاها، وبعد كده بقى هابتدي إن أنا أضبّط الملح بتاعي، حطيت مكعب مرق وهانزل هنا بشوية صغيّرين كده من السبع بهارات، يعني نُص معلقة صغيّرة، وهنا كنت نسيت أحُط الملح بس الحمد لله افتكرته وحطيته.
بعد كده بقى هابتدي إن أنا أعامله معاملة الرز عادي، أول لمّا يتشرّب هاوطّي عليه هاركنه على جنب لحد لمّا يستوي خالص، بس كده. وهنا بقى هادّي له تقليبة كده وبرضه هاغطّيه واركنه خالص لحد لمّا الرز يتشرّب ويبتدي إن هو يستوي. أنا هنا لو فاكرين التوم أنا ما خدتوش كلّه مع الصلصة، هابتدي بقى كده إن أنا أحُط التوم الباقي في حلة صغيّرة مع شوية زيت صغيّرين، هاقول لكم ليه دلوقتي، وهابتدي كده إن أنا أقلّب برضه يا دوبك التوم كده يبيض معايا أو يبتدي إن هو يطلّع ريحته كده. أول بقى ما يعمل كده يا بنات بُصّوا أنا هنا ورّيتكم التوم كده مضبوط معايا، هابتدي بقى إن أنا أنزل بالخل ودي تبقى أحلى دقة ممكن تعمليها وأسرع دقة ممكن تعمليها، وطبعًا إحنا الخل هنا مش بنحبه يبقى جامد أوي في الدقة، فبعد لمّا حطيت كده قيمة كوباية من الخل، هانزل عليها بكوباية من المَيّة، يعني نفس الكوباية اللي أنا هانزل بيها الخل هي اللي أنا هانزل بيها بالمَيّة، أهو بُصّوا هنا كده معايا كوباية مَيّة كبيرة كده هابتدي إن أنا أحطها مع التوم. هنا بقى هادّي له تقليبة كده بسيطة وهاسيبه بعد كده هابتدي إن أنا بقى أحيّق الدقة بتاعتي، معايا هنا نُص معلقة صغيّرة كده من الملح، ومعايا هنا نُص معلقة صغيّرة برضه من الكزبرة، معايا نُص معلقة من الكمون، ومعايا يعني ربع معلقة كده صغيّرة من السبع بهارات، وبرضه هادّي له تقليبة كده واركنه. وبعد كده بقى معايا هنا نُص ليمونة برضه هابتدي إن أنا أعصرها على الدقة، والليمون هنا يا بنات بجد بيبقى جميل جدًا، جدًا مع الدقة. دي معلقة كده برضه صغيرة من الفلفل الأسمر. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أقلّبه كده واسيبه. وادي النُص ليمونة اللي أنا لسه باقول لكم عليه. وما تخافوش مش بيبقى زاعق خالص، بس بيبقى جميل أوي، أوي بجد لو عملتوه بالطريقة دي. وهي دي سر الدقة بتاعة المحلات اللي مش بيرضوا يقولوا عليها. وهنا بقى هاركنها على الجنب لحد لمّا تغلي خالص، وهنا كده كان الرز معايا اتشرّب، وهابتدي بقى إن أنا أوطّي عليه واركنه على جنب لحد لمّا يستوي خالص، ماشي؟ وهنا الصلصة بقى اللي إحنا عملناها في الأول خالص، هي كده الصلصة هنا معايا اتسبّكت وبقيت تمام على الآخر. هابتدي برضه إن أنا أضبّط الملح بتاعها، ومعايا هنا معلقة ملح كبيرة كده، يعني هاضبّط الملح بتاعي، ومعايا هنا نُص معلقة صغيّرة من الكمون، ومعايا هنا نُص معلقة صغيّرة من الكزبرة. ومعايا هنا برضه نُص معلقة صغيّرة كده من الشطة، وطبعًا الشطة دي اختياري، وبرضه عايزين تحطّوا شوية كده من السبع بهارات بتبقى جميلة جدًا، بس أنا هنا بصراحة نسيت أحط السبع بهارات، هنا كده باقول لكم هي كده تمام وخلصت. هنا كده بقى الرز هنا كان اتشرّب وهنا كده كان بدأ يستوي، هادّي له تقليبة وهاسيبه برضه يكمّل سِواه عادي، بُصّوا ما شاء الله شايفين الفلفلة؟ اللهم بارك، بجد، بجد لازم، لازم تصلّوا على النبي في الكومنتات. لازم تركّزوا يا بنات في التفاصيل دي والله بتفرق معاكم جدًا، جدًا في الطعم وفي الشكل في الآخر بيبقى تحفة. هابتدي بقى كده إن أنا أقلِّب من فوق لتحت كده عشان كُلّه يبقى واخد السِوَى كامل. هنا كب هنا كده كان الرز بس عايز خَمسة بسيطة عشان يكمّل سِواه. هنا بقى ما شاء الله شايفين الفلفلة بتاعة الكشري عاملة إزاي؟ صلّوا على النبي بقى يالّا كده وأنتم شغّالين. هنا بقى كده هاركنه على جنب لحد لمّا يكمّل سِواه وأنا هنا كده باقول لكم هو كده خلص بس عايز 5 دقايق يعني هاوطّي النار عليه واسيبه 5 دقايق بس عشان يكمّل سِواه. معايا هنا بقى كده طاسة على النار هاحط فيها شوية زيت حلوين كده وهاورّيكم أحلى وأطعم شطة زيت بتاكلوها برّه ويمكن أحلى كمان، وهو ده السر بقى بتاع الشطة بتاع المحلات بتاعة الكشري. هنا بقى كده هابتدي إن أنا أولّع على الطاسة بتاعة الزيت دي، عايزة الزيت يسخن كويس جدًا، جدًا عشان هاقول لكم دلوقتي هنعمل فيه إيه. هنا بقى هابتدي كده إن أنا أورّيكم كمية الشطة اللي أنا هاحطها هتبقى قد إيه، أهي يعني قيمة 3 معالق كبار كده أو 4 يعني على حسب ما أنتم عايزين كمية الشطة قد إيه. هنا بقى كده هابتدي كده إن أنا أشوف الزيت سخن والّا لأ،
بُصّوا بقى يا بنات، هنا بقى هاعمل حاجة صغيّرة كده، هاخد رُزاية من اللي هي بتاعة الكشري، هابتدي إن أنا يعني أحطها في الزيت في الطاسة بتاعة الزيت، أشوف يعني الزيت سخن والّا لأ، يعني بُصّوا هنا كده الزيت كان بدأ يسخن خالص، خالص أهو، أنا خدت يعني رُزاية أو عدساية على حسب يعني أي حاجة صغيّرة كده بس أحطها في الزيت أشوفه سخن والّا لأ. وهنا بقى كده كان الزيت سخن معايا كويس جدًا، جدًا، أنا هنا كده طفيت عليه النار، أنا هنا كده باقول لكم أنا طفيت عليه النار خالص، وهاقول لكم بقى هنا تركاية، بُصّوا بقى هابتدي كده إن أنا أول ما أنزل بالشطة دي في الزيت على طول هابتدي إن أنا أغطّيها، هي دي الشطة الزيت؟ آه والله هي دي الشطة الزيت اللي هُم محيّرينّي عليها، بس كده، كده الشطة الزيت خلصت وبقيت جامدة، جامدة يا بنات، بجد لو جرّبتوا الشطة الزيت بالطريقة دي هتعتمدوها على طول، بُصّوا أنا هنا كده باقول لكم الشطة خلصت، آه والله. أسرع شطة زيت ممكن تعملوها. وهنا كده بقى كان الزيت هدي كده شوية على الشطة، هابتدي بقى كده إن أنا أحُوش الغطا وأدّي له تقليبة بسيطة كده، وأنا هنا بقى عايزة أعلّي التيست بتاع الحرقان، أعمل إيه، هاجيب كده قرن شطة حامي أوي، أوي، وممكن أصلًا تستغنوا عن الحتّة دي، بُصّوا هنا القرن حامي جدًا، قرن فلفل حامي أوي، أوي كده، هابتدي إن أنا أقطّعه في قلب الشطة الزيت دي، أنا عايزة أعلّي التيست بتاع الحرقان، إحنا هنا بنحب الشطة حامية أوي، أوي. فاهمين؟ بتبقى بجد يا بنات بتبقى جامدة جدًا. هنا كده بقى بعد ما خلّصت قرن الفلفل برضه هادّي له تقليبة وبس كده، كده الشطة الزيت خلصت وبقيت جميلة يا بنات، بجد لو جرّبتوا الشطة بالطريقة دي، هي دي الشطة بتاعة المحلات بتاعة الكشري، بس كده. آه والله هي دي الشطة بجد، خلصت بسرعة وبطريقة جميلة ولذيذة جدًا، وهارجع بقى أغطّيها تاني واسيبها لحد لمّا تبرد خالص، خالص. وتعالوا هنا بقى نغرف الكشري اللي إحنا عملناه مع بعض، وما شاء الله شايفين الفلفلة بتاعة المكرونة، وهنا السر يا بنات نقطة الزيت اللي إحنا حطيناها كده يعني مع المكرونة عشان ما تبقاش ماسكة في بعض، شايفين ما شاء الله الفلفلة، وبرده ما شاء الله هنا هنحط الرز برده كده، شايفين ما شاء الله الجمال، الله أكبر بجد يا بنات اللهم بارك. وهنا كده بعد ما حطيت الرز هابتدي بقى كده إن أنا أنزل بالحمص، وهنا الحمص ما أخدش معايا حوالي ربع ساعة بالضبط على النار، هابتدي بقى كده إن أنا أضبطه، وهنا بقى ما شاء الله البصل أهو شايفين يعني الحرمشة بتاعة البصل أو يعني بقى البصل ما شاء الله مقرمش أوي، والطريقة دي يا بنات لو جربتوها في البصل كده أو الورد بتاع الكشري بمعنى أصح هيبقى تحفة معاكم. بس كده، بس كده. وهنا بقى ما شاء الله لحد هنا كده يكون الأكل خلص، شايفين ما شاء الله الجمال؟ صلّوا لي بقى على النبي في الكومنتات يالّا. هنا بقى الله أكبر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك بجد عن الجمدان والجمال والحلاوة بتاعة الكشري ما لهاش حل، واللون بتاع الصلصة هنا يا بنات تحفة بجد. اكتبوا لي بقى يالّا يا بنات في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن إيه، وأنا هاقرا كومنتاتكم كلها وهارُد عليها. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله.